4 غيابات مؤكدة في الأهلي عن قمة الزمالك. يفتقد النادي الأهلي يحيى عطية الله وكريم فؤاد وياسر إبراهيم ورضا سليم بسبب الإصابة. سيد معوض قبل ما أمشي من الإسماعيلي قالوا لنا اللي عاوز يمشي يجي يكتب ورقة إنه عايز يمشي عشان الجمهور. أنا كان عندي خلاف مع مهندس يحيى الكوم، رحت قلت لهم أنا عاوز أمشي، قالوا هتروح فين؟ قلت لهم النادي الأهلي. عبد اللطيف فوزي مع إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج ملعب أون: هل تأثر زيزو بملف تجديد تعاقده مع الزمالك؟ بكل تأكيد تأثر. زيزو: لا يوجد عام جيد يمر على الزمالك، هناك ظروف مختلفة مثل تغيير مجالس الإدارة وعدم استقرار الوضع المادي. الشيء الوحيد الثابت هو الجمهور. أتتني عدة عروض ولكن يصعب ترك هذا الجمهور. الانتماء يغلب على الاحترافية بطريقة ما. في النهاية مينا ماهر: الزمالك حقق لقب واحد قدام الأهلي، هو لقب السوبر الإفريقي الأول لنا على حساب الأهلي سوبر أيمن منصور. الزمالك حقق 13 بطولة ضد الأهلي في النهائيات. أي محاولة للتقليل من نادي الزمالك والجماهير إحنا بنرد عليه وهنرد عليه بالحقائق والتواريخ. أحمد بلال: الزمالك بمستواه قدام بتروجيت مش هيوصل لمنطقة جزاء النادي الأهلي أصلا، والأهلي هيكسب الزمالك 4 أو 5 أهداف. رابطة الأندية تعلن توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50,000 جنيه، وذلك بسبب حصول اللاعبين على 6 بطاقات في نفس المباراة. عماد متعب: فوز بيراميدز حط ضغط على الأهلي والزمالك قبل لقاء القمة. أحمد حسن: يزف بشرى سارة الجماهير الأهلي. كتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مصدر في الأهلي: وسام أبو علي سيعود للظهور في التشكيل الأساسي أمام الزمالك. شوبير يكشف مفاجأة صادمة بشأن أول الراحلين عن النادي الأهلي. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة مدوية تخص اللاعبين الأجانب في النادي الأهلي. وقال شوبير: من المؤكد أن هناك لاعب أجنبي سيرحل عن الأهلي، قد يكون 2. وأضاف: بيرسي تاو رحل، ورضا سليم اسمه اتشال، ومعلول كان محل شك لكن تم تسجيله، والعدد لا زال كبيرا. ناقد رياضي: أثبتنا للجميع أن الزمالك أقوى فريق في مصر. عبر الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن انعدام شغفه بأجواء الديربي، وكتب الدرديري على صفحته الشخصية فيسبوك: بصراحة أول مرة ما أحسش بأجواء الديربي ومبقاش عندي أي شغف للكرة عموما. إحنا حطينا تاريخنا كله قدام بعض يوم 27 ومن بعدها أثبتنا للجميع أن مصر فيها أقوى فريق الزمالك. الكرة انتهت بالنسبة لي يوم 27/9/2024.